السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل على عيونكم أحلى اخوات في الدنيا. بجد بتوحشوني زي كل مرة ما بقول لكم. معلش صوتي تعبان جدا، عندي التهابات في الأحبال الصوتية وكنت تعبانة جدا. طبعا النهاردة يوم غير عادي، يوم عيد ميلاد حياتي. بجد كان نفسي أعمل لها حاجة أحسن من كده، بس زي ما أنتم عارفين أنا أعياد الميلاد بتاعة الأولاد باحتفل بيها كده عائلية أوي. أهي حياة، كل سنة وأنتِ طيبة، تمِّت ال5 سنين. العمر كله ليكِ يا قلبي. ودي آخر العنقود. طبعًا اللي متابعني عارف طبعًا إيه كل كل أولادي وكده. طبعًا يعني زي ما أنتم شايفين كده أنا حاولت إن أنا أزوّق لها الشقة بس بطريقة simple خالص، ما باحبش الزينة والهيصة والدوشة والكلام ده كلّه اللي بيتعمل. طبعًا وعشان إن هو جاي قبل رمضان، فزي ما أنتم شايفين معاها الطبلة وفانوس رمضان وكده والحاجات وبشاير رمضان بقى، رمضان كريم على كل اللي بيشاهد الفيديو ده. طبعًا اليوم بتاعنا كان كالتالي: أول ما صحيت من النوم زوّقت لها كده الشقة زي ما أنتم شُفتوا. وكمان في اليوم دوّة عملنا أكلة سريعة، جِبت لهم كوكي strips كوكي بانيه زي ما أنتم شايفين. ويعني قُلت إيه يعني عشان خاطر هُم هياكلوا حلويات وجاتوه والكلام ده كلّه. فما يكونش الأكل مثلًا ولا هينفع أعمل طبيخ ولا حاجة دسمة وكده، فأنا قُلت أمشّيها كلّه إيه كده نواشف وحاجة خفيفة عشان الأولاد إيه ما تتعبش وإحنا بنحتفل بعيد الميلاد دوّة بالليل. عايزة أقول لكم قطع الستريبس الكوكي طعمها تحفة. بُصّوا بعد ما أنا قليتها أهي، الطعم والريحة خطيرة بجد حلوة، وكوكي يعني شركة نضيفة الواحد ممكن يجيب منها وكده. بس خدوا بالكم الستريبس بتاع البيت برضو لا يعلى عليه، الجاهز مهما كان مش عارفين وكده، بس كوكي كويسة وكده. فهو ده كان عشانا، وبقى جبنا بقى التورتاية وجينا هنا وقت الاحتفال. عايزة اقول لكم ان اليوم كان سريع ولطيف وجميل جدا، وانا ما حاولتش أطوّل في الفيديو. جِبنا من لوكسير، إحنا بنحب دايمًا نجيب منّه. اخترت لها التورتاية اللي على شكل قلب أنا وباباها، وجِبنا دستة جاتوه، وجِبنا طبق حلويات، بس كده ما حاولناش نجيب أي حاجة. جِبنا طبعًا في دستة الجاتوه لو لاحظتوا هتلاقوا في آمم حاجات كتير يعني من الأشكال اللي هُم بيحبوها. أهي بتحط رقم 5 العمر كله ليك يا قلبي. وده كان اليوم بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده هي كانت فرحانة جدا جدا ومبسوطة. وعلى فكرة في آخر الفيديو هتوريكم الهدايا برضو البسيطة اللي اخواتها جابوها لها وكده، وانا جبت لها برضو هدية، باباها جاب لها هدية وكده. باشيل الكرتونة. أنا طبعًا هنا عشان خاطر لسه ما فرشتش شقتي وما فيش عندي ولا سفرة ولا أنتريه ولا الكلام ده كله، يعني الحاجات دي بنقعد عليها مؤقتًا. أهو. طبعًا أنا كان نفسي أسمعكم الأغاني وكده. وأنا والله ما كنت ولا مستعدة ولا لابسة سواري ولا أي حاجة، يعني هو بلبس البيت عادي خالص قعدنا احتفلنا بعيد ميلادها بكل بساطة كده، وفرحنا وانبسطنا وهي فرحت جدا. وحابب birthday to you حياة، وكل سنة وانتي طيبة يا قلبه. اهو هنا بقى بنقطع بقى التورتاية. اليوم كان جميل جدا، كلنا فرحنا والتورتاية كانت خطيرة جدا جدا. انا دايما بحب اجيب من لوكسير وكذا حد يعني. بس اكتر حد بحب اجيب من عنده لوكسير، بجد حاجته جميلة جدا جدا. يعني انصحكم هاتوا من عنده، يعني التورت بتاعته جميلة. وغير كده بيبقى فيه عنده جروب على الواتس، لو انتوا حبيتوا مثلا تورتة
عليها الصورة بتاعة الأولاد، بتتفقوا معاها وبيعملوها لكم بطريقة جميلة جدًا. يالّا بقى في آخر الفيديو بقى تعالوا نشوف مع بعض حياة كانت الهدايا عبارة عن إيه. وعلى فكرة هاقول لكم على حاجة، طبعًا أنتم عوّدوا الأولاد يجيبوا هدايا لبعض، دي حاجة يعني مفروغ منها. هنا كان الهدية دي بتاعة جاسر، عايزة أقول لكم إن كل حد من إخواتها جابوا لها هدية. يعني أنتم فاهمين الأولاد بتصرف كتير جدًا، فبيجيبوا الهدايا بالعافية، كل شوية معناش ما حوّشناش وكده. بس أنا باغصبهم إن هم يجيبوا هدايا، وبالأخص إن دي أختهم الصغيرة. هنا الحصّالة دي أنا اللي جبتها لها، عجبتني جدًا، جدًا. هي حصّالة صيني كده، كل فكرتها إن هم عاملين رقم سري للحصّالة، والحصّالة شكلها cute جدًا، جدًا. يعني هو بتبقي 1، 2، 3 فبتنزّلي ال3 وبيبقى بتنزّلي الاتنين وبيبقى الرقم السري 1، 3. تمام. فرحت أوي بيها لإن هي طول الوقت عايزة حصّالة تحوّش فيها الفلوس اللي هي بعد كده بتصرفها. بالله عليكم كل إخواتي اللي يسمعوا الفيديو ده يا ريت تدعوا لي، لإن أنا بامُر الأيام ديّة بتعب شديد وبأزمة نفسية. فيا ريت كل إخواتي اللي يسمعوا الفيديو دوّة ووصلوا للحتّة دي مينسوش يعملوا لايك لأختهم، وكمان دعوة من القلب كده لأختكم. هنا بقى جاسر مش عارفة هو جاب لها حلق، حلق يعني أكبر من سنها بس ما يجراش أي حاجة. قلنا له تسلم إيدك. ودي برضه فانوس رمضان أنا جبته لها، لأنه زي ما أنتم عارفين فاضل أيام بسيطة على رمضان. رمضان كريم على كل حبايب اللي بيتفرجوا على الفيديو أهو. واعذروني بقى لصوتي لأن أنا كل ما باتكلم فترة طويلة زي ما أنتم شايفين كده الأحبال الصوتية عندي تتعب وتتأثر من كتر الكلام. والفيديو ده على فكرة بقى له أكتر من يعني عايزة أقول لكم أسبوعين وكده. فما بدهاش بقى، إحنا داخلين خلاص على رمضان، فاضل خلاص أسبوع على رمضان تقريبًا وأنا باسجل لكم الفيديو ده. فأنا فيديوهاتي كلها متأخرة لأن بيحصل لي ظروف غريبة جدًا في حياتي، هنا توك فوانيس صغننة. يعني إحنا حاولنا إن إحنا في عيد ميلادها نفرحها على قد ما قدرنا. طبعًا بكل بساطة بدون تكلفة، كل واحد على قد إمكانياته. وهي كانت مبسوطة جدًا. ده بودي جاب لها بقى مقلمة لإن هي المقلمة بتاعتها قطّعتها، فيها برية زي اللي هي وريتها لكم كده وقلم، وكمان أستيكة على شكل روج. يعني هي حياة ناقصة يا بودي حرام عليك، هي مبوظة أساسًا صوابع الروج بتاعتي كلها. أهو دي حاجة حيوتة، كانت فرحانة جدًا ومبسوطة. في حاجة تاني حياة باقول لها طبعًا إيه رجّعي الحاجة كلّها مكانها. أنا على قد ما باقدر والله باحاول أخلّيها تتعلّم النظام، بس حياة فظيعة، فظيعة. ألعابها كلّها مرمية، ما بتسمعش كلامي خالص، صح؟ هي بتبُص لي وأنا باسجّل، ودوّة بقى طيارة طلعت لها في الToy City. بس كده هابقى أسجّل لكم إن شاء الله فيديو تاني لزينة رمضان وأنا بازوّق الشقة وكده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم وباي باي.